مرحبا كيفكم؟ اليوم راح نحضر مع بعض خبز الصايم أو خبز رمضان مثل ما بنقوله بحمص بنقوله خبز الصايم بطريقة كتير سهلة وسريعة أو بيطلع معنا أو بيوفر علينا أكثر من إنه نشتريه جاهز من المحلات. لتحضيره اليوم راح ناخد 3 بيضات طبعا ما يكونوا بالبراد، يكونوا برات البراد، بنخفقهم كتير منيح وبنضيف لهم كاسة سكر أو 3/4 الكاسة إذا ما تكون حلاوته تكون مثل المحلات يعني. أنا حطيت 3/4 الكاسة وخفقتهم كتير منيح مع البيض. لو في خلاط بيريحنا من الخفق لوقت طويل، بس أنا هلأ ما عندي كهربا فخلطت على إيدي. بنخلطهم كتير منيح البيض مع السكر، وضفت كاسة شاي زيت نباتي، وضفت بمقدار كاسة لبن كبيرة. أنا باعرف معيار المعلقة هي اللي عندي. اللبن حطيته بالمعلقة تقريبا هو كاسة لبن. هلأ بخفقهم كتير منيح مع بعض، وبضيف لهم ظرف بيكنج باودر وظرف فانيليا، برجع بخفق كتير منيح لحتى يعطيني هاي الرغوة الظاهرة فوق السائل، وإذا على الخلاط بيكون أسرع بيعطيني رغوة أكتر. هاي الرغوة هي اللي بتساعد إنه أنا تنفش معي. هلأ بعد ما خفقتهم كتير منيح كنت محضرة على جنب 3 كاسات طحين، ناخرتهم كمان كتير منيح، وهلأ بدي أحط السوائل فوقهم مع التحريك. طبعا التحريك بيكون بشكل تقليب وعلى مهل مشان ما أفرغ الهواء من الخليط، يعني مشان ينفش معي أو يعطيني الارتفاع اللي أنا بدي إياه. هلأ بحركهم كتير منيح مثل ما قلتلكم بهاي الطريقة، وحتى لو بالمضرب بس بنفس الاتجاه، المهم يكون تحريكي باتجاه واحد ما باتجاهين. هلأ حركته أنا منيح، بس بصراحة برات الكاميرا لقيت للأسف كنت طافية الكاميرا يعني، لقيت إنه ناقصهم شوية سوائل، لهيك ضفت لهم نص كاسة كولا. أنا قللت مروة بصراحة من إني أعصر لهم برتقاني، لقيت أسرع لإلي ضفت لهم نص كاسة كولا، بس أحيانا قلة المروة كتير بتفيد، لأنه الكولا بتصور هي كانت سبب بإنه ارتفعت معي بشكل كتير كبير. بعد ما خلطتهم كتير منيح كنت مجهزة صينية مدهونة سمنة ورششتها طحين، بنقدر نرش طحين أو سميد مشان ما تعلق معنا قطعة الكيكة. هلأ رشيت على وجهها سمسم وحبة البركة، وحطيتها بفرن حامي كتير منيح، مطفى من فوق بس مشغل من تحت. أخذت معي شي نص ساعة وبعدين حمرت لها وجهها. هلأ قلبت معي بسرعة، ما كانت معلقة أبدا. طبعا اللي ساعدني يمكن هو الطحين يلي مرشوش على اللي أنا رششته على الصينية. هلأ بعد ما قلبتها شوفوا لي الارتفاع شو ظريف عن جد. ارتفاع زيادة يعني 3 كاسات بالنسبة لحجم الصينية اللي أنا حطيته فيها، المفروض ما يكونوا عطوا هذا الارتفاع كله، بس بصراحة أنا فاجأني الارتفاع. وبتصور إنه السبب هو استخدام الكولا. هيك أنا بصراحة قلت السبب إنه الكولا فيها كتر الغازات اللي فيها هو اللي خلاها تعطي هذا الارتفاع العالي كتير. والطعم ما غير، بالعكس عطاها هشاشة وطراوة كتير طيبة للعجينة. هلأ هون عم قطعها، بقى قطعه بالشكل اللي بدكن إياه، مثلثات مثل البيتزا أو مربعات. أنا قطعتها بشكل مربعات أسهل للصغار اللي عندي يعني. وهلأ بدنا نشوف ارتفاعها مع بعض وهشاشتها أو طراوتها. انتبهوا على الارتفاع، انتبهوا على الطراوة، على الهشاشة، ما فيها تعجين أبدا. أنا كتير عجبتني الطريقة وقلت إنه خلص من بقى من هون ورايح دائما رح بقى استخدم الكولا مع السوائل اللي أنا باحطها بالعادي عليها. إذا عجبتكن يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، وباحب أذكركن إنه أنا ماني شيف بس باحب الطبخ كتير، ولهيك بجود من الموجود، وباي باي.